شوية معلومات كده في السريع عن أحكام الصيام عشان تبقى جاهز قبل دخول رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. الحكمة من فرض الصيام هي التقوى والتعبد لله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحاول ما تطلعش من رمضان السنة دي إلا وانت متخلص من ذنوب وسيئات كنت بتعملها قبل كده. الصيام ما بيكونش بس عن الأكل والشرب والشهوة، لا ده كمان بيكون عن الغيبة والنميمة والأغاني والمسلسلات الهابطة وكل الذنوب اللي انت عارفها دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لو واحد بيصوم وما بيصليش فصيامه غير صحيح، لأن تارك الصلاة كافر والكافر لا يصح صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. الإفطار في نهار رمضان كبيرة من أكبر الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أقوام في النار معلقين من أرجلهم زي الذبائح تسيل أشداقهم دما، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. خلي بالك ده اللي بيصوم ويفطر قبل موعد المغرب، فما بالك اللي ما بيصومش أصلا. النية شرط من شروط صحة الصيام، فلو واحد ما نواش إن هو يصوم فصيامه غير صحيح ولازم يعيد اليوم ده تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعشان تعرف النية دي مهمة قد إيه، فلو واحد صايم نوى إن هو يفطر فده بيبطل صيامه ولازم يعيد اليوم ده تاني حتى لو ما فطرش. إنما لو متردد أفطر ولا كمل صيامي، لا ده يكمل صيامه عادي. النية بتكون بالليل لحد أذان الفجر، فلو واحد ما نواش إن هو يصوم قبل الفجر أو متردد يصوم ولا يفطر فده صيامه غير صحيح ولازم يعيد اليوم ده تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. ممكن تنوي صيام لكل يوم لوحده وممكن تنوي عن الشهر بالكامل، ولكن الأفضل إنك تنوي لكل يوم لوحده، وده مذهب الجمهور. وعلى فكرة النية ما بتبقاش بالكلام، يعني ما ينفعش تقول نويت الصيام، لأن النية محلها القلب أو عزم القلب على فعل الشيء. يعني مجرد قومك من النوم عشان تتسحر أو عزمك إنك هتصوم بكرة ده في حد ذاته نية. من السنة للمسافر إن هو يفطر حتى لو السفر ده غير مرهق ويعيد في يوم تاني، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. لو واحد كل أو شرب في نهار رمضان وهو ناسي ده يكمل صيامه عادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما أنت بقى لو شفت واحد بيفطر وهو صايم فلازم تفكره، ما تقولش يا بخته وتسيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تذوق الطعام لغير حاجة مكروه لأنه بيعرض الصوم للفساد، لكن لو واحدة بتدوق الطعام عشان تشوفه حلو ولا جوزها يطلعها على الفطار فعادي، حتى لو نزل حاجة من الأكل في بطنها من غير ما تقصد تكمل صيامها عادي. إنما بقى لو بتستهبل هتعيد اليوم تاني.